السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني بجد من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده بفكره فيديو جميله وفيديو حلو كده، تنفع معاكي لللانش بوكس، تنفع معاكي فطار، تنفع معاكي غدا، معاكي في اي حاجه. نبدا بس زي ما اتعودنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو انت لسه ما اشتركتيش من القناه، فضلا وليس امرا، اتمنى من حضرتك تشتركي في القناه وتعملي لايك للفيديو لو عجبك. النهارده هنعمل مع بعض فكرة جميلة قوي، هتبقى حلوة قوي. وبيضتين اتنين بس هنعمل مع بعض مافل الطاسة المالح. هنعمله بطريقة بسيطة جدا، وهتبقى معاكي حلوة والأطفال هيحبوها، بالذات معاهم في اللانش بوكس. جميلة قوي وحاجة بسيطة كده وخفيفة معاهم في اللانش بوكس، يقدروا ياكلوها يعني. معانا بيضتين، وهننزل عليهم بكوباية من اللبن، وهننزل عليهم بكوباية وربع من الدقيق. وهننزل على أنا لازم أنخله كده كويس الأول. بعد ما تقلبي البيض في اللبن كويس جدًا، هتنزلي عليهم بالدقيق. ممكن تعملي الخطوة دي في الخلاط وترجعي تحطيهم تاني، يعني في البولة بتاعتِك. ممكن هتربيهم يعني مش محتاجين حاجة، ممكن تربيهم كده. المهم إحنا عايزين الخليط بتاعِك يكون في نفس قوام الكيكة. هننزل عليهم بمعلقة من الملح، نُص معلقة من الفلفل الأسمر، وتقلبيهم في بعض كويس كده معاكِ لحد ما تحسيه إن هو زي خليط الكيكة. لقيتيه معاكِ تقيل، هتزوديه شوية من اللبن، معلقة من اللبن. لقيتيه معاكِ خفيف، هتزودي له معلقة والّا معلقتين من الدقيق. تفضلي تقلبيهم كويس كده لحد ما توصلي معاكِ لخليط الكيكة ده كده، يبقى كده معاكِ تمام. هتنزلي عليهم بمكعبات كده صغيرة من الفلفل الألوان. عندِك فلفل أخضر بس تمام، عندِك فلفل ألوان قطّعيهم كده مكعبات صغيرة وتنزلي بيهم. هاحط شوية من الزيتون بقى قد إيه، يعني عندِك زيتون أسمر حطي، عندِك زيتون أخضر حطيه، المهم يكون زيتون مخلي يعني وكده. وأي نوع جبنة عندِك هتنزلي تقدري تحطيه. عندِك ممكن تستغلي يعني النقطة دي، تحطي الجبنة القريش لو أطفالِك مش بياكلوها وكده، فتستغلي وتضيفيها لهم في قلب الوصفة ديّة. مش هتبان طعمها ولا حاجة. ويبقى أنتِ استفدتِ بقى وكده إن هُم أكلوها. أنا كان عندي شريحة واحدة بس من اللي هي الجبنة التركي، فقطّعتها كده وحطيتها. ممكن بقى عندِك جبنة تركي حطّي اللي هي الجبنة الرومي، عندِك جبنة موتزاريلا يا سلام لو حطيتِ منها. عندِك لانشون قطّعيه وحطّيه. شوفي أنتِ حابة تضيفي إيه معاكِ ضيفيه. ممكن تجيبي طماطماية مثلًا وتقطّعيها بس تطلّعي القلب بتاعها وتقطّعيها مكعبات صغيّرة كده وتضيفيها. شوفي حابة تحطّي لها عندِك مثلًا بقدونس والّا حاجة أو كزبرة، تقطّعيها برضه كويس جدًا وتحطّيها معاكِ برضه، بتبقى حلوة. تفضلي تقلبي كده فيه لحد ما تدمجيهم في بعض كويس جدًا بقى المكونات بتاعتِك. هتجيبي بقى طاسة سخنة، هتحطي فيها معلقتين من الزيت كده، وأول ما يسخنوا معاكِ هتنزلي كده عليهم يعني بشوية كده أو كبشة كده من الخليط بتاعنا ده. وتكون درجة حرارة النار بتاعتِك كده خلّيها متوسطة. أنتِ تقدري تتحكمي في الحجم بتاعها. يعني شوفي مثلًا لو عايزاها صغيرة شوية، عايزاها كبيرة شوية، اقدري اتحكمي. شوفي أنتِ حابة إيه. أول بس ما تبدأ تاخد معاكِ لون من تحت وتعمل فقاقيع من فوق كده، يبقى كده تمام. تقدري تقلبيها على الوش التاني. أنا كده أول اتنين كده باحاول أنا أجرّب في حجمهم كده، بعد كده أنا هاصغّر في حجمهم شوية يعني. حسيت دُولة كانوا كبار مني شوية، فهابدأ إن أنا أصغّر في حجمهم وأتحكم فيهم أكتر يعني وكده. هي كده بقت خدت معانا لون، هاطلّعها وانزل بالتاني. أهم حاجة لمّا تحسي إن الطاسة بتاعتِك نشفت من الزيت، ما عادش فيها زيت، طبعًا إحنا مش حاطين أي مادة دهنية في الخليط بتاعنا، فتقدري فتحطي برضه رشة كده من الزيت، وترجعي برضه تحطي برضه الخليط. لمّا تحسي إن الطاسة يعني نشفت من الزيت. أنا هنا بقى بدأت أتحكم في حجمها، أصغّره شوية، أخلّي حجمها يعني يكون صغير شوية عشان برضه يبقى حلو كده. برضه لو حطيتيه في الlunch box والّا حاجة، تبقى يا دوبك على قد يعني على قد إيد الطفل، فاهمينّي؟ أهي أول ما تطلّع معانا فقاقيع كده وتبدأ بقى تستوي، أقوم قلباه على الجهة التانية، تاخد معانا لون برضه ونطلّعوها. بصراحة جميلة، مش محتاجة حاجة تاكليها جنبها. هي كده تتاكل لوحدها وجميلة وحلوة أوي، والأطفال هيحبوها. ويا سلام لو دخّلتِ لهم بقى الحاجات اللي مش بياكلوها جواها وطرية كده مثلًا، يعني طرية مثلًا مش حاجة مثلًا ناشفة عليهم أو كده، لأ حلوة وهياكلوها كده وجميلة وهيحبوها أوي الأطفال، وتتاكل كمان لوحدها. هافضل بقى أعمل كل الكمية بتاعتي كده لحد ما أخلّصها كلّتها. وزي ما باقول لكم لمّا ألاقي الطاسة، أحس إن الطاسة نشفت من الزيت، أقوم حاطة لها كده دهنة زيت كده بسيطة، وأكمّل بقية يعني أكمّل بقى كل الكمية بتاعتي. وهنا جاهز معانا المافل الطاسة، جميل أوي وجميل جدًا وطري وحلو معانا. وصدقيني أوي الأطفال هيحبوه. بُصّوا جميل، جميل جدًا أوي.
يا سلام بقى لمّا تعملي بقى جنبه كوباية شاي كده وتشربيها بقى، يا سلام! أحلى فطار والله تفطريه. ممكن تعمليه على العشا كده تتعشوا بيه لوحده كده، جنبه كوباية شاي والّا كوباية شاي مثلًا بلبن، تدّيها لطفل ياكلها لوحده كده والّا حاجة، جميلة جدًا، جدًا بقى. يا سلام بقى لو زوّدتِ الحشوات بتاعتها بقى ولو حطيتِ فيها جبنة بقى موتزاريلا بقى وتيجي تقطعيها بقى وهي سخنة كده، يا سلام! أنا هنا عيالي طلبوا إن هُم ياكلوا جنبها كاتشب، أحط لهم كاتشب عليه وكده، فحطيت لهم كاتشب، هنعمل إيه؟ مجبورين. ربنا يبارك فيهم يا رب، يبارك في جميع أولادنا يا رب العالمين. أنا هنا بقى حبيت أعمل لي كوباية شاي بقى جنبها كده هنفطر بيها جنبهم، جنب كام قطعة كده منّهم، جميلة أوي، أوي بجد يا بنات، جربوها كده هتعجبكم. لو لسه ما جربتيهاش جربيها، ولو لسه ما اشتركتيش عندي في القناة بقى أتمنى منِّك بقى تشتركي في القناة، ولو عجبِك الفيديو وصلتِ معايا لحد هنا ولسه ما عملتيش لايك أتمنى منِّك فضلًا وليس أمرًا تعملي لايك للفيديو. ما تنس أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.